السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهاردة فيديو جديد عن أسباب الخبط والطقطقة في العفشة الأمامية. النهاردة معانا عربية ماتريكس. العربية دي لما بتيجي تخش في أي مطبات أو أي شوارع مكسرة بتسمع صوت طقطقة وتخبيط جامد جدا جدا. وطبعا العربية دي راحت لكذا صنايعي وكله اجمع ان العفشه ما فيهاش مشكله والعيب في علبه الدركسيون. طبعا زي ما انتم شايفين فعلا هي العفشه ما فيهاش مشكله. عندي المساعدين تمام، عندي البراط الخارجي تمام، عندي جلب المقصات تمام، عندي الاتياج تمام، عندي الجلبه الصغيره تمام، عندي بيض المقص ما فيهوش مشكله. يعتبر العفشه كلها سليمه ما فيهاش اي حاجه. عندي كاوتش الميزان تمام. انا راجعت على كل حاجه في العربيه دي. ف فعلا العيب عيب رخم وعيب خبيث وعيب يعني عايز اقول اللي مثلا يعني انا احترت. انا حاسس ان العيب مش في، لما طلعت جربت حاسس العيب مش في العلبه، وبرغم كده حاسس العيب في جزء من اجزاء العفشه. برغم كده لما جيت رفعت العربيه لقيت الاجزاء العفشه كلها سليمه، والصوت بتسمعه في الجنبين. الصوت بتسمعه في الجنبين. طبعا بعد ما فحصت وعملت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا ما حلتش اي حاجه خالص في العربيه اهو. الصواميل ايه، ما حلتش اي حاجه اهو. كل حاجه ايه زي ما هي، ما حلتش حاجه خالص. فبالصدفه كده ده الجنب طبعا الشمال. الجنب اليمين وانا بهز الجنب كده اوريكم. وانا بهز الجنب كده وانا ماسك ايدي كده وبهز الجنب، سمعت صوت الطقه في ايدي زي ما انتم شايفين كده. تعالى قرب هنا كده. سمعت صوت الطقه في ايدي. فعملت ايه؟ حليت الباره الجنب اليمين. بحل الباره لقيت الصاموله دي زي ما انتم شايفين كده سايبه يا جماعه. صاموله الباره ده كان في الجنبين. بصوا يا جماعه اوريكم دلوقتي. بصوا لايه، بصوا الباره بتعمل ازاي مع المطب، شمال فوق وتحت فوق وتحت. طبعا العيب ده بيحصل من ايه؟ علشان تبقى انت فاهم برضه، لان انت ممكن تعمل عفشه كلها وبعد ما تعمل عفشه يحصل معاك صوت زي ده. وده حصلت معايا كتير جدا مع عربيات بتبقى عامل شغل في العفشه، والعربيه طلعت جربت مره واثنين وثلاثه العربيه ما فيهاش مشكله. بعد ما بيظبط زوايا يسمع صوت طق، بعد ما يظبط زوايا يسمع صوت طق. دي يا جماعه بتبقى من بتوع الزوايا، لان الصاموله دي صاموله الكنتره بتاعت الايه الباره اللي بيظبط منها الزوايا اهو زي ما انتم شايفين كده. انا قربت على طبعا طلع الصاموله دي سايبه في الجنب اليمين وسايبه في الجنب الشمال، سايبه في الجنب اليمين وسايبه في الجنب الشمال. فانا خلي بالك من القصه دي جامد، لان انا العربيه دي كانت هتغير علبه الدركسيون بسبب العيب ده. كانت هتغير علبه الدركسيون بسبب ان العيب اتشخص اللي وده مشكله في علبه الدركسيون. العلبه لو كانت اتغيرت كان العيب هيروح. ليه؟ لان الباره دي جزء من اجزاء الايه علبه الدركسيون، جزء من اجزاء علبه الدركسيون. فخلي بالك من قصه التشخيص، لان التشخيص الغلط هيخليك تغير قطع. يعني علبه الدركسيون عشان تجيبها مثلا مش اقل من 3000 جنيه استيراد، مش اقل من 3000 جنيه استيراد غير فك وتركيب. والله اعلم العلبه اللي انت هتجيبها هيبقى نفس العلبه دي ولا لا. ما ممكن العلبه دي ما فيهاش مشكله، العلبه التانيه ممكن تقرفك بقى، تيجي تركبها هتلاقيها بتخبط، ممكن تركبها تلاقيها بتجيب زيت. فخلي بالكوا من القصه دي كويس جدا، وراجع على القطع اللي انت هتغيرها قبل ما تغير العربيه دي. طبعا يعني الحمد لله مش هنقول يعني لولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى العيب ده مثلا اكتشفناه. عيب رخم وخبيث. طبعا هو كنا هنكتشفه لو كنا بدأنا ان احنا نحل الايه، نحل الباره. يعني مثلا وانا بحل الباره لو لقيت الباره حلت معايا دي كنت هكتشفها. العربيه قبل كده نيسان صني ام 16 وعربيه ار بي، العربيتين دول كانوا فيهم مشاكل في العفشه وعملنا الشغل اللي في العفشه كلها. وبعد ما جربنا الراجل راح ظبط زوايا، حصل معاه القصه دي في ار بي و ان 16 نيسان ان 16. فخلي بالكم يا جماعه من قصه التشخيص. اهم حاجه ان انت تشخص صح عشان ما تبقاش ايه، ما تغيرش قطعه في نفس الوقت انت مش قدها. وتاني حاجه انت ممكن تبقى
غيرت قطعه اصليه نضيفه بقطعه مش اصليه نضيفه. انا لما بكون في مشكله عندي في عربيه وشاكك ان القطعه دي ما فيهاش يعني السبب مش منها، بس ده اكتر حاجه تعمل الصوت، بجيب قطعه من عنده وبركبها وبجرب عليها عشان اقدر امنع هل فعلا الصوت ده منها ولا مش منها. لو ركبت القطعه من عندي والصوت منع، بقول الحمد لله خلاص تمام، القطعه دي عيب من القطعه دي. الصوت ما منعش، يبقى انا كده شلت دماغي من القطعه اللي انا كنت شاكك فيها. ده فيديو جديد عن اسباب الطقطقه والتخبيط والتشخيص الغلط. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. انا عايز اوريكم حاجه قبل اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده، تعالى، زي ما انتم شايفين هنا عندنا الجلب المقصات جديده، وعندنا يعتبر البراط الخارجي، عندنا البراط الخارجي جديده، وعندنا المساعدين جديده، وعندنا الاتياج جديده، وعندنا بيض المقص جديد، وعندنا الكبارن جديده. يعني العربيه كلها عفشتها ما فيهاش الهواء. عندي كاوتش الميزان برضك ما فيهوش الهواء، ما فيهوش بوش اهو، ما فيهوش بوش. يعني ما عنديش اي مشكله في جزء من اجزاء العفشه، وبرغم كده كانت العربيه دي فيها صوت طقطقه جامد جدا جدا. بسبب ايه؟ بسبب الصاموله دي يا جماعه، بسبب صاموله الباره او صاموله الزوايا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. انا بعمل لك فيديو زي كده علشان لو عندك مشكله وعفشتك سليمه وبتسمع صوت خبط، راجع على الحاجات اللي زي دي، راجع. عشان كده بقول يا جماعه ان التقريط عن العفشه او الصيانه الدوريه للعفشه مهمه، عشان ما توصلش لمرحله. يعني مثلا لو العربيه دي بتقرط على العفشه كل فتره، اكيد ما كانش هيوصل للقصه دي. لان التقريط العفشه انت بتقرط على كل صاموله في العربيه، بتقرط على كل حاجه، فمش مش هتوصل للقصه دي، ومش هتدوخ، لان العربيه طبعا سببها داخ كتير على صناعيه بسبب العده. شكرا لكم قناه مصر، معلش.